تنفع فطار او غدا او عشاء، وكلها في صينيه واحده ومش هتاخد معاكي اي وقت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا 2 من البطاطس ومقطعاهم مكعبات في صينيه سخنه، وحاطه معلقه سمنه ونزلت بيهم على السمنه وشوحتهم كده لحد ما خدوا لون اصفر خفيف. وبعد كده بنزل عليهم بنص كوبايه من الميه، وبسيبهم لحد ما يتشربوا نص كوبايه الميه. وبرضه على قد ما اقدر ان هما ما يتهرسوش وميبقوش بطاطس مهروسه. نحاول ان احنا نحافظ ان هي تبقى مكعبات. سبتها كمان 10 دقايق لحد ما وصلت للشكل ده، وبدأت اركنها على جنب كده. كنا على حاول على قد ما تقدر ان تكون الصينيه واسعه. وبعد كده حطيت عليهم حبه من السجق اختياري، ينفع سجق او بسطرمه او بلوبيف، ما تنفع ما تحط سجق خالص وتكملي المكونات وفي الاخر تحط بيض. برضو هتبقى جميله جدا. انا ساعات برضو بعملها كده بتبقى حلوه. بدأت اشوح السجق لحد ما دخل على سوا. وبعد كده هنزل عليه بفلفل، هنزل الاول فلفل اسود وملح وكركم وشويه توابل اللي هي في الكيس دي توابل الشاورما اختياري برضو، بس دي بتديها طعم حلو جدا. وبعد كده حطيت عليها فصين من الثوم وطماطميتين وقرنين من الفلفل، وهبدأ اشوح فيهم لحد ما يدخلوا على سوا. يعني هتشوحي فيهم كده وتسيبيهم مثلا كمان 10 دقايق، هتلاقي الخضار دبل. وبعد كده هنبدأ بقى ندخل كله في بعضه، اللي هو البطاطس اللي اتحمرت قبل كده واستوت هي كده خلاص، البطاطس استوت. بس على قد ما تقدري وانت بتقلبي بالراحه، يعني قلبي بشوكه، قلبي بحاجه واسعه بحيث ان هي ما تتهرسش معاكي. وفي الاخر خالص بقى بتحط عليها حبه من الجبنه برضو اختياري، يعني انت براحتك بقى، ان دي المكونات دي انت براحتك فيها. حطيت عليها شويه من الجبنه الرومي وغطيتها وسبتها لحد ما الجبنه ساحت كده وكلها دخلت في بعضها وخدت طعم بعض. يعني البطاطس خدت طعم الخضار والسجق، اندمجت مع بعضها كده وخدت طعم بعض. وبصوا في الاخر بقى كان طعمها بجد لذيذ. وبصي بتتاكل هي في نفس الصينيه بقى، ولا تقعدي تغرفيها في اطباق ولا حاجه، في نفس الصينيه بعيش بقى بلدي كده جنبها وشويه مخلل، وجبه كامله. بصوا فيها كل حاجه زي ما قلتلك. لو انت مش عايزه تحط اي بروتين فيها تنفع تحط بس كام بيضه على الوش وعليها حبه الجبنه. وان شاء الله تجربوها ويعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت. اشكرك جدا على المتابعه. السلام عليكم.